تفتكر هو الفريلانس لكل الناس ولا لا؟ وعشان نعرف إجابة السؤال ده محتاجين نعرف هو إيه أهم المهارات لأي فريلانسر. أول حاجة وهي الكوميونيكيشن سكيلز أو مهارات التواصل. ضروري جدا تعرف إزاي تتواصل وإزاي تتعامل مع الكلاينت. اكتب ورايا الجملة دي: الكلاينت عمره ما كان صاحبك ولا هيبقى صاحبك. يعني ما ينفعش تقول له الكلام اللي احنا بنقوله لبعض: يا اخويا، يا صاحبي، يا ابو الصحاب. بدل كل الكلمات دي بكلمات زي حضرتك، لو سمحت، وبعد اذنك. فكده هتبان بروفيشنال اكتر والكلاينت هيثق فيك اكتر. تاني حاجه ودي مهمه قوي 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 وهي مهارات الاقناع. بص، لازم تعرف تبيع. ببساطه سوق العمل مش مكان للتواضع نهائيا. لازم تتكلم وتعبر عن نفسك وتقنع الكلاينت بشغلك. طيب ازاي اقنع الكلاينت بشغلي وازاي اخليه يثق فيا؟ بص، هما 3 خطوات ملهمش رابع. اول حاجه لازم تتكلم عن احتياج العميل مش اللي انت نفسك تقوله. تاني حاجه هو انت هتضيف ايه للعميل. تالت واهم حاجه ابرز مهاراتك من كلامك. تالت مهارة لأي فريلانسر وهي الصبر. لازم تكون صبور ورويح وخلقك واسع. من الآخر انت بيبي سيتر للكلاينت، لازم تحل كل المشاكل بتاعته عشان تبقى فريلانسر شاطر. رابع مهارة لأي فريلانسر تايم اند تاسك مانجمنت، يعني ببساطه اداره الوقت والمشاريع. لو مش بتعرف تنظم وقتك ومشاريعك فتعالى اقول لك ابسط طريقه تنظم بيها وقتك ومشاريعك، وهي التايم بلوك. باختصار جدا وهي ان انت بتحدد وقت معين لتاسك معينه. بمعنى ان انت من 8 الصبح ل 9 الصبح بتعمل تاسك واحده بس. وفي طرق تانية كتير جدا ان انت تنظم وقتك ومشاريعك هنشرحها في فيديوز جايه، فاتاكد ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. يلا نكمل. خامس واخر صفه للفريلانسر الشاطر وهي التعلم المستمر. سوق العمل بيتغير بسرعه قوي، فانت لازم تتعلم هو ازاي انا اطور من مهاراتي واتابع كل حاجة بتحصل في سوق العمل لوحدي وبدون توجيه من حد. طيب هو ازاي اعمل كده؟ ببساطة هتشوف كل الناس اللي في مجالك وتعمل لهم فولو على كل منصات السوشيال ميديا: فيسبوك، انستجرام، تيك توك، لينكد ان. ولازم على الاقل يكون عندك يوم في الاسبوع، اذا ما كنتش بتعمل ده كل يوم، تطور فيه من المهارات بتاعتك وتشوف ايه اكتر حاجات ابديتد في المجال بتاعك. ودول اهم 5 صفات لاي فريلانسر. السؤال هنا هو الصفات دي اقدر اتعلمها ولا بتبقى مكتسبة وفقط؟ يعني هل ينفع اتعلم البيع ولا هو الشخص اللي بيعرف يبيع هو اتولد بيعرف يبيع؟ الإجابة ببساطة أي مهارة في الحياة أنت تقدر تتعلمها. طيب أتعلم المهارات دي من فين؟ اعمل لي سبسكرايب. فتعالى نلم الدنيا بسرعة. أول حاجة كانت التواصل، تاني حاجة الإقناع، تالت حاجة الصبر، تنظيم الوقت والمشاريع، وآخر حاجة التعلم المستمر. وبس كده، دول كانوا أهم 5 صفات لأي فريلانسر شاطر.